تخيل إنك في استراحة الغداء بتاعت الشغل تروح تسرق بنك وترجع شغلك عشان تحقق في الجرايم اللي انت عملتها بنفسك. دي كانت حقيقة ضابط شرطة من جنوب أفريقيا نجح في إنه ينفذ أكتر من 100 عملية سرقة تحت عينين الشرطة ومن غير ما حد يحس بيه أو يشك فيه، عشان تبدأ قضية من قضايا غريبة شوية. في سنة 1948 الحزب اللي مسك الحكم في جنوب أفريقيا كسب الانتخابات ببرنامج مبني على الفصل العنصري، وحط قوانين هتجرد الأغلبية من أصحاب البشرة الغامقة من حقوقهم، وهتكون سبب في اضطرابات سياسية حتى جوه المجتمعات من السكان البيض. في 22 نوفمبر 1964 وقبل التحول الكبير ده بسنتين اتولد أندري ستاندر في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا. كبر وتربى في بيت بتحكمه قواعد تربية جديدة، وده لأن والده كان ضابط كبير في الشرطة الجنوب أفريقية، اللواء فرانسيس ستاندر، واحد من أهم اللواءات في الشرطة في جنوب أفريقيا. وده خلى أندري ابنه يكبر تحت ضغط كبير ومسؤولية إنه يكمل مسيرة والده. وفي سنة 64 دخل فعلا كلية الشرطة ونجح إنه يحصل على لقب أفضل مجند في دفعته، وكان متميز جدا في شغله لدرجة إنه وهو لسه سنه 31 سنة كان مسؤول عن مكتب التحقيقات الجنائية في مدينة كيمبتون بارك. ولو دورنا ورا تحول ستاندر الغريب ده هنكتشف إزاي الضابط المحترم قدر إن هو يبقى في فترة من أشهر المجرمين في جنوب أفريقيا. جرائم ستاندر كانت صدمة بالنسبة للمجتمع وهتسيب علامة ما بتتمحيش في تاريخ الجريمة. لكن إيه اللي خلاه يخاطر بده كله وإزاي قدر يخدع الناس طول الفترة دي؟ رحلة ستاندر في الجريمة بدأت بكتير قبل أول سرقة ليه. جت سنة 1976 وحصل فيها انتفاضة السوتو، واللي كانت احتجاجات ضد سياسة الفصل العنصري، وللأسف حصل مواجهات عنيفة مع الشرطة. أندري وضباط زمايله اتكلفوا بمهمة مكافحة أحداث الشغب، ولكن في واحدة من الأحداث دي أندري كان بيضرب نار بشكل عشوائي على مجموعة من المسلحين، لكن للأسف الرصاصة بتيجي في متظاهر شاب كان غير مسلح وبتنهي حياته. الموقف ده أثر كتير في شخصية أندري وخلاه يحس بغضب وإحباط وثورة ضد النظام اللي كان مفروض بيخدمه، ولكن رد فعله كان غير متوقع. وفي سنة 77 بياخد قرار هيغير حياته، بيقرر إنه يسرق بنك. بياخد رحلة طيران من جوهانسبرج لمدينة دوربان وبيتنكر عشان يخفي شخصيته، وبيدخل يسلم موظف الشباك في البنك ورقة مكتوب فيها إنه بيطلب فلوس، وهو بيهدده بسلاح كان مخبيه تحت الجاكيت، وبياخد الفلوس وبيخرج بكل سهولة. ستاندر لقى متعة جديدة في اللي بدأوا كلحظة تمرد واللي سيطرت عليه للسنين اللي جاية. كان بيسافر مدن مختلفة يسرق أكتر من بنك ويرجع في ميعاد شغله. روتينه الجريء ده خلاه أحيانا يحقق في جرايمه بنفسه، ومع الوقت جرأته في الجرايم زادت، ومعرفته الدقيقة بإجراءات الشرطة وخطوات التحقيق خلته دايما يبقى سابق بخطوة وما يتكشفش ولو لفترة. في يناير 1980 وفي لحظة تهور بيرجع يسرق نفس البنك أكتر من مرة، وتهوره كان السبب في إنه يتقبض عليه بسلاح وبالمبالغ المسروقة، أدلة لا تقبل الشك. القبض عليه كان صدمة لقوة الشرطة في جنوب أفريقيا، وكان صدمة للمجتمع. إزاي ضابط في مكانة زي دي يكون مسؤول عن جرائم بالشكل ده؟ زمايله في قسم التحقيقات الجنائية لقوا نفسهم مسؤولين عن التحقيق في جرائم زميلهم القديم، التحقيقات اللي هتوصل في الآخر لإدانة أندري ستاندر بأكتر من 15 جريمة سرقة وبتوصله للمحكمة. وفي المحكمة اتحكم عليه بالسجن 75 سنة بعد ما أدانوه في 15 عملية سطو، وده العدد اللي قدروا يثبتوه، واللي بالمناسبة أقل بكتير من العدد الحقيقي. القبض على أندري ستاندر سنة 80 كان المفروض يبقى نهاية حياته الإجرامية، لكنه للأسف كان بداية لمرحلة أخطر وأعنف بكتير من كل اللي فات. محكوم عليه بالسجن 75 سنة في سجن مشدد الحراسة. أندري ستاندر لقى نفسه وسط المجرمين اللي هو بنفسه كان بيقبض عليهم، بس بالنسبة للراجل في مهاراته حتى جدران السجن ما قدرتش إنها توقفه. ذكائه وكاريزمته جوه السجن لفتوا انتباه اتنين من زمايله، باتريك ماكول وألان هيل، والاتنين دول تحديدا كانوا بيشاركوا أندري ستاندر في غضبهم من السلطة ورغبتهم في المخاطرة وتجربة حاجة جديدة، وكونوا مع بعض تحالف هيشكل خطر كبير بعدين. في سنة 83 وفي جلسة علاج طبيعي عادية جدا في مستشفى السجن، أندري وزمايله بيقدروا إن هم ينفذوا خطتهم ويهاجموا الحراس، ويقدروا بالفعل إن هم يهربوا من السجن. وهروبهم ما كانش مجرد هروب عادي من السجن، ده كان شهادة ميلاد لعصابة ستاندر اللي هتستمر في السرقات ل3 سنين بعدها. ما ضيعوش وقت وبدأوا على طول يستكملوا اللي كانوا بيعملوه، لكن المرة دي ما كانش كل واحد فيهم شغال لوحده، كانت خبراتهم كلها مجتمعة
وده اللي خلاهم أخطر بكتير وأصعب بكتير في إن الشرطة توصل لهم. عملياتهم كانت جريئة وفعالة، وللمفاجأة كانت بدون عنف. في يوم واحد قدروا إن هم يسرقوا 4 بنوك، وكانوا بينفذوا سرقاتهم ويسيبوا ضحاياهم من غير ما يثيروا الذعر أو القلق، لدرجة إن أحيانا ناس كتير من البنك ما كانوش بيحسوا بوجود أي سرقة. بكل بساطة يدخلوا البنك، يطلبوا الفلوس من الموظفين تحت التهديد، ويمشوا من غير ما يعملوا مشاكل. الطريقة دي مش بس نجحت السرقات بتاعتهم، ده كمان خلت المجتمع يبص لهم على إن هم زي روبن هود. كانوا بيبصوا لهم على إن هم أبطال بيتحدوا النظام، خاصة إن هم ما كانوش بيأذوا مدنيين. ومع كل سرقة أسطورتهم وسط الناس كانت بتزيد، وده عمل ضغط كبير على قوة الشرطة اللي كانت لحد دلوقتي مش قادرة إنها تمسكهم. وكرد فعل الشرطة كثفت جهودها وغيرت تقنيات المراقبة وإجراءات التحقيق. وفي نفس الوقت ده غرور العصابة كان بدأ يشتغل ضدهم، وفي واحدة من أجرأ جرايمهم سرقوا بنك كان موجود في نفس المبنى اللي فيه مقر الشرطة. الجريمة اللي حطت الشرطة تحت ضغط كبير من الإعلام والمجتمع، لكن اللي أفراد العصابة ما كانوش يعرفوه إنه خلاص دوريات شرطة مكثفة في كل البنوك وكاميرات مخفية في أماكن كتير كانوا واحدة واحدة بيضيقوا الشبكة على أفراد العصابة. وهنا أندري ستاندر خد قرار هيغير حياته لتاني مرة. هرب على أمريكا وساب وراه كل جرايمه، زور هويته وانتحل شخصية كاتب استرالي، والفترة قدر يهرب فعلا ويبدأ حياة جديدة. لكن حريته ما استمرتش كتير. في فبراير 1948 مخالفة مرورية بسيطة لكنها هتبقى السبب في نهايته. اتقبض عليه وهو سايق عربية متأجرة مش مترخصة، وبشكل ما غير مفهوم لحد دلوقتي قدر يقنع الشرطة ويخرج منها بدون أي اتهامات. كان مفروض موقف زي ده يبقى إشارة بالنسبة له عشان يعيش في جنبه ويبعد عن الخطر، لكن اللي حصل إن يومها بالليل اقتحم جراج الشرطة وخد عربيته وهرب بيها، ورجع بيها للراجل اللي كان مأجرها منه وطلب منه إنه يغير لونها. وده خلى صاحب المكان اللي كان مأجر منه العربية يقلق ويوصل المعلومة دي للشرطة عشان تبدأ تحقيقات توصلهم في النهاية لحقيقته. وفي يوم وهو جنب بيته الشرطة حصرته وبدأت مواجهة انتهت بإنه اتضرب بالنار، وفضل ينزف لحد ما مات على رصيف بيته. لكن موت أندري ستاندر ما كانش نهاية العصابة. آلان هيل واللي كان شريكه في جرايمه هرب لإنجلترا بعد هروب ستاندر لأمريكا، لكنه اتقبض عليه وترحل لجنوب أفريقيا عشان يتحكم عليه ب25 سنة بتهمة سرقة مسلحة وحيازة أسلحة غير مرخصة. لكن على عكس ستاندر، آلان هيل تقبل عواقب أفعاله وقضى مدة عقوبته في السجن، وخرج بعدها سنة 2005 وألف كتاب باسم سارق البنوك رحلتي مع أندري ستاندر، وقضى بقية حياته كبابليك سبيكر لحد ما مات سنة 2020. بس كده، ودي كانت قضيتنا النهاردة، واستنونا في قضية جديدة من قضايا غريبة شوية.